السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم على اللي هي الفترة اللي بعد تركيب المفصل الكلي للفخذ. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، هو احنا مبدئيا المفروض ان احنا عشان نعمل العملية قلنا ان الحركة مش مكفية خالص، يعني مفيش اي نوع، الحركة مش مكفياني، وكل واحد على حسب الاحتياجات بتاعته، ودرجة الألم ما بتنيمنيش الليل. بعد العملية الكلام ده ما بيبقاش شبه موجود، يعني درجة الألم إذا موجودة بتبقى نسبتها قليلة قوي، والحركات تقريبا معظمها بترجع للطبيعي. بس يا جماعة الكلام دوت بيبقى محتاج وقت وطريقة معينة في التعامل مع المفصل واحترامه واحترام العملية وكل الكلام ده. الردم على العملية والاستسهال، بالذات الناس اللي هي بتبقى شايفة في الأول إن الموضوع مستقر أو عملت ناحية فمعتمدة على خبرتها الشخصية في الناحية التانية. يعني احنا بنعمل في معدل المفاصل اللي بنشتغلها، ودلوقتي تقريبا ما بقاش أولي، فمعظم المفاصل كمان إعادة، بمعدل من مفصلين لثلاثة في الأسبوع. احنا بقالنا على الكلام دوت بقالنا أكتر من 10 سنين، 12 سنة في الحدود دي، وكل يوم المتابعة بتختلف من مريض لمريض، فمستحيل تقنعني ان انت عشان عملت ناحية فبقيت خبير بالناحية التانية. مستحيل، مفيش حاجة اسمها كده. ليه؟ عشان بقول لك من بدري عشان ما تزعلش بعد كده هوت لما يحصل مشكلة، وبتبقى عشان حاجات هايفة قوي، بريكوشن بسيطة قوي او اوامر بسيطة طبية بسيطة جدا تعملها تبعد مشاكل ملهاش اول ولا اخر. طيب الكلام دوت بياخد وقت قد ايه؟ غالبا الامور بترجع مستقرة شبه طبيعي عند الشهر السادس، بس ده ملهوش علاقة بان انت بتقف على رجليك من تاني يوم. قبل ما تخرج من المستشفى الحاجات العامة اللي حضرتك لازم تبقى عارفها: ازاي تقوم وتخش السرير، وان درجة الألم تبقى مقبولة، وخلاص بقيت باكل وبشرب مش محتاج محاليل، والممنوعات بالنسبة لمفصل الفخذ. طيب انا بمشي بعد العملية امتى؟ احنا قلنا تاني يوم، وده مهم جدا. فلو حضرتك حاسس بشوية هبوط شد حيلك شوية عشان نبدي بسرعة العضلات تتحرك. مهم جدا وبيفرق ان الواحد يقف على رجليه من اول تاني يوم او من تالت او من رابع او من خامس. كل ما بتتأخر الايام اللي بعد العملية دي بتفرق كتير قوي. طيب عادة بتمشي في الاول بعكاز، انت سنك كبير قوي او مش مالك نفسك بيبقى المشاية، المهم انك تحط رجليك بدري. طيب هل الكلام ده ثابت في كل الحالات؟ يعني هل الاولي زي الثانوي، زي الاعادة تاني مرة، زي الخلع، زي طبعا لا، بتختلف من حالة لحالة. فحضرتك الطبيب بتاعك هو اللي هيقول لك تعمل ايه بالظبط. بس معظم فلنفترض واحنا شغالين العظم بتاعك عشان متكلس حتة منه كسرت، فمحتاجين نستنى شوية في ما ندوس عليه، بنحرك بشكل معين بس ما بندوس عليه من اول يوم. الكلام دوت مين اللي هيعرفه؟ الجراح. فمش مقبول حضرتك تتابع مع جراح غير الجراح. يعني تلاقي مثلا حالة جاية عاملة مفصل في حتة فلانية وجاية تتابع معانا، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، مفيش حاجة اسمها كده خالص خالص، والعكس صحيح. يعمل معانا وما بنشوفوش، او بنشوفه لما بتحصل المشكلة. فالكلام دوت ما ينفعش خالص يا جماعة. طيب التحسن زي ما بقول لكم هو المتوسط من 3 ل6 شهور، بس في ناس الامور فيها بتبقى سريعه قوي، بالذات اللي بيركبوا مفصل شباب. للاسف بقى النسبه بتاعتهم عاليه قوي، دول بيقوموا بسرعه لان عضلاتهم طبعا بتبقى قويه. طيب التعليمات العامه تاني، التعليمات بتختلف من مريض لمريض على حسب نوع العمليه والعيان
واللي الجراح عمله وشافه جوه العمليات. فحضرتك مهم جدا انك تسمع التعليمات بتاعتك الخاصة بحالتك. ما تعتمدش ان جارك ركب مفصل فبتسمع منه او العكس صحيح، مفيش حاجة اسمها كده. طيب عموما البيت بيبقى متجهز بحيث ان ما بتحصلش المصايب الكبيرة زي انك لا قدر الله تتزحلق. يجي لنا عيانين عبال ما جالك مثلا بعد شهرين كان وقع 3-4 مرات. كتير قوي يا جماعة، يعني كتير قوي. ده انا حاسس بألم في المفصل، كويس انه ألم بس مش بقى فيه كسر ولا. فحضرتك شوف الوضعية اللي هتحميك جوه بيتك، ودي ملهاش حاجة اقدر اقولها. حاول تبعد عن السجاد اللي بيبقى موجود ما يبقاش ولو شايف ان في عتبة فيها صغيرة بتشيلها، يعني بتأقلم نفسك بحيث انك ما يبقاش فيه وقع. طيب احنا يا جماعة في العلاج الطبيعي اللي هو مهم جدا عشان حضرتك تستفيد بالمفصل لازم تجيب اخر قوة العضلة واخر حركة المفصل والمفاصل اللي حواليه. فليها اصول بحيث انك تقدر تجيب اخر حاجة في المفصل. طيب لا احنا عايزين نزود في الحركة ولا عايزين نقلل في الحركة، لان الزيادة المفرطة بتخلي المفصل غير ثابت او يتآكل، وقلة الحركة بتيبس المفصل وبتضعف العضلات. فاحنا لا عايزين كده ولا عايزين كده. هنشوف الكلام ده بعد شوية ازاي. طيب المشية كمان يا جماعة محتاجين انها تبقى متزنة. اقصد ايه بالكلمة دي؟ ان لو كان في مفصل تاني تعبان محتاجين ان احنا نغيره في اقرب فرصة ممكنة، يعني برضه في المتوسط بيبقى من 3 ل6 شهور. الركب عادة بقينا بنغير المفصلين في نفس الايه، اذا كانت الصحة العامة للمريض بتستحمل بنغير. اما الفخذ مستحيل ان الاثنين يبقوا في نفس الايه، في نفس العملية. طيب دايما رجليك ما بتبقاش لا اللي هي بتاعت المفصل لا سابقة جسمك بالقوي. احنا لسه هنقول الممنوعات اللي هي ممنوعات الممنوعات. سهل عموما عشان نحافظ على المفصل ما بنحاولش نخلي رجلينا سابقة بخطوة واسعة ولا متأخرة بخطوة واسعة، ودايما جسمك مفروض. يعني لو حضرتك ماشي بعكاز، العكاز ده مش فارد جسمك، حضرتك هتغيره. ولو العكاز عالي بحيث ان الكوع متني، حضرتك هتغيره، وهكذا. طيب ما تلفش ورجلك ثابته، يعني ما تلفش بالترنك، ما تلفش بجسمك بالجذع ببطنك وظهرك ورجليك ثابته، لا بتلف مره واحده معاهم، كله بيتلف مع بعض. فما تعملش حاجه اسمها تويست، التويست ده مش مظبوط. طيب يعني دايما ما تحاولش تعدي الحوض ب90 درجه. يعني بتقعد مستقيم او رامي ظهرك سنه لورا، بالذات في المراحل الاولى اللي هي عاده اول شهرين. طيب يا جماعه الفتحه بتاعه الحوض بصرف النظر عن فتحه مفصل الفخذ، احنا ركبنا المفصل من اي فتحه اللي هي عاده في مصر هنا يا اما الجانبي يا اما الجانبي الخلفي. عاده طول ما انت فاتح الحوض بتاعك، فاتح رجليك موسعهم عن بعض شويه، بيبقى المفصل مستقر تماما. وكل ما تدخلهم على بعض، يعني تحط رجل على رجل، وديت من الممنوعات تماما هنشوفها بعد شويه، بالذات في الفترات الاولى. حضرتك احنا جوه العمليات يا جماعه عشان نكون في الصوره بنحط حطه الرجل على رجل بعد ما بنركب المفصل، وان شاء الله بيبقى ثابت، ما بيبقاش فيه مشكله. بس ده ملهوش علاقه بان حضرتك تحط رجل على رجل. بنستنى لغايه لما الانسجه تماما تلم، وبعد كده بنروح جايين حاطين بعد كده بيبقى مسموح لك ان انت تعمل الكلام ده. طيب وده من اشهر التمارين اللي حضرتك بتعملها في بعد العمليه وانت على السرير. بتفتح الرجل لبره بالشكل ده، بتفتحها لبره، سواء كان حد بيساعدك او انت بتساعد، بتقعد تزحزحها على السرير. ما بيبقاش شيزلونج زي ده، بيبقى السرير واسع شويه، ما بتبقاش متعلقه في الهواء،
يبقى البره بره كده هو التتاتا تفتح، بس ما تحطهمش على بعض كروس. طيب، ودايما دايما الصابونه تبقى باصه لفوق، يعني لا تبقى باصه لجوه فتبقى مشط الرجل لافف لجوه، ولا باصه لبره فيبقى مشط الرجل باص لبره. طيب، بالنسبه للجرح بتاع المفصل يا جماعه، انضف جرح هو الجرح اللي احنا غيرنا عليه وقفلناه في العمليات. فمش بالساهل يعني، برضو خلي بالكم، زي ما في ناس بتتاخر قوي في المتابعات، هنشوف كم مشكله بعد شويه، في ناس بتأفور قوي في المتابعه. يعني تلاقي مثلا طالع من العمليه من المستشفى عليك، ليه يا حبيبي؟ هو يا كده يا كده. احنا عاده بنشيل الغرز، عاده بنغير بعد اسبوع 10 ايام. الامور مستقره خلاص، حضرتك بتغير، لو انت عارف الغيار بتتم ازاي خلاص عندك. ما بتعرفش خلاص، بتيجي حضرتك بتشرف وبنعمل لك الغيار، او بتتوجه للمستشفى بتاعتك وبتعمل الغيار. والغرز عاده من اسبوعين لثلاثه على حسب لم الجرح. ده طول ما الغيار مش سط، يعني مش مليان لا قدر الله دم او افرازات. طيب، وعادة الغيارات دلوقتي بقت ووتر بروف. يعني ايه؟ يعني ضد الميه. يعني انت لو لا، فاحنا الحمى بعد 48 ساعه مفيش فيه مشكله. طبعا حمى بعد 48 ساعه محتاج كل انواع البريكوشن عشان لا قدر الله ما تتزحلقش. والنظافه مهمه جدا 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 في كل انواع العمليات، على فكره مش على قد عمليه معينه، في كل انواع العمليات. الشاور اللي قبل واللي بعد العمليه مثلا ب 48 72 ساعه مهمين جدا جدا جدا. طيب، بس في نفس الوقت بتلاقي في ناس تانية بتأفور وتخلي الجو تلاجة، وتلاقي الراجل مثلا 70 سنة ويخش يستحمى مرتين ثلاثة في الأسبوع وزحلقة، ويلا اعتمد على نفسك ويلا دوس، وبتلاقي سواد بعد كده جاي. يعني يا جماعة، لا احنا بنقلل ولا احنا بنزود، خد التعليمات زي ما هي بالظبط. ايه بقى الممنوع؟ اصل المحاضرة. بصوا يا جماعة، التركيب المفصل زي ما قلنا في مصر احنا بنفتح الفخذ يا اما من الجنب يا اما من ورا. فلك ان تتخيل لو انت فتحت من الجنب، اكتر وضعية تخلي المفصل يخلع هي ايه؟ ان انا احط رجلي على رجلي، لان الانسجة الجانبية لسه ما لمتش، فالمفصل بيلق من مكان، بيطلع من مكان. اما طول ما انت فاتح برجل، طبعا مش فاتح برجل يعني هتفتح، مش بتلعب جمباز، بس بتفتح بتوسع الرجل بقى. يعني عادة رجليك بيبقى في عرض كتافك او اعلى منها سن، بس مش بتفتح. يعني زي وقفتنا في الصلاة بتبقى في نفس موازاة الكتف، ولا تبقى بصة لبره ولا تبقى بصة لجوه. اما موضوع حاطط رجل على رجل ديت، ان شاء الله بتحط رجل على رجل بس مش قبل شهرين ثلاثة، لما الانسجة بتبقى ايه؟ لمت خالص. طيب، وتاني حاجة رفعة الركبة فوق الحوض، يعني من الآخر كده قاعد على مستوى لايق. مستوى الأرض دوت أنا تقريبا بمنعه نهائي. الكرسي الواطي بحيث إن بقت الركبة بتاعتك فوق وحشة، لأنه ممكن يخلع ورا المفصل، يلق لورا. فأنت حضرتك لا بترفع ركبتك فوق الحوض ولا بتحطها على أختها الناحية التانية. أي حركة هتعمل الكلمتين دولت هي اللي هتتمنى. فمثلا مفيش داعي حضرتك قاعد على الكرسي تنزل ببطنك عشان تجيب حاجه من على الارض، مفيش الكلام ده، لان عرضه الخلع بتبقى عاليه قوي، وحقيقي من اسخف الحاجات اللي بتحصل. غير كده كل الكلام ده بيتم بس مش في الفتره الاولى ان شاء الله. يبقى احنا قلنا اهم حركه عندنا اللي هي فتحه الرجل ديت اللي بتزود الثبات بتاعه المفصل. طيب، من ضمن الحاجات برضو اللي شائعة قوي، وده احنا اديناها محاضرة لوحدها، الناس اللي هي ممكن يحصل التهاب. طبعا ممكن يحصل التهاب، ده من 1 ل 5% عشان تكون في الصورة.
وده للبرايمري، يعني الحالات الاوليه اللي هي تقدر تقول عليها السهله البسيطه، اللي هو خشونه وهتخش تغير. مش بنتكلم مثلا من اول نقص الدوره الدمويه لغايه حالات الاعاده. كل ما يبقى في مشكله اكبر، كل ما يبقى النسبه بتاعه التلوث اعلى. تلاقي العيان اول مره حضرتك تشوفه بعد شهرين او 3. ليه يا حبيبي تعمل كده؟ الاي اس ار عالي، معاملات الالتهابات في الهواء في السماء، والالم شديد، ومش عارف يتحرك ومش عارف ايه، عمال يردم على نفسه بالمضادات الحيويه، مش عايز يتحرك كتير، مش عايز وجع قلب وكلام من هذا القبيل. هو مش عارف ان هو بيدخل نفسه في وجع القلب. احنا اخدنا محاضره كامله على العلاج بتاع الافرازات والحاجات ديت في اول اسبوعين 3 مختلف تماما عن شهرين 3. انت تقريبا بعد شهرين 3 خلاص محتاج تغير المفصل. فبادر بالمتابعات من الاول. وقلنا قبل كده المتابعات ملهاش علاقه بالمكان، يعني حضرتك عملت العمليه تابع في المكان اللي حضرتك بتعمله، بس ما تنامش في بيتك او تستقرب جنبك، مفيش الكلام ده. طيب، الاعراض الخطره للجلطات نفس النظام. تلاقي بقى هو مغير المفصل الفخذ او الركبه وعنده سكاكين رهيبه في مفصل السمانه والسيئه. حبيبي في نسبه عاليه جدا 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 للجلطات بعد العمليات دي بالذات، عشان كده احنا بناخد مضادات الجلطات. فحضرتك لما يحصل حاجه زي كده لازم تجري حتى لو كان مش ميعاد متابعتك. يعني غالبا بتبقى محتاج دوبلر عشان تشوف لو في جلطات، يبقى هتبقى محتاج دكتور اوعيه يظبط الموضوع ده. ليه يا جماعه؟ جلطه واحده منهم من دولت لو طلعت من السمانه لا قدر الله وطلعت على الدوره الدمويه تعمل لك ذبحه صدريه وتعمل مشكله كبيره قوي. ده كله عشان ما خدناش القرص بتاع مذيب الجلطات اللي موجود تبع التأمين. يعني انا بقول لكم الكلام دوت ليه؟ عشان بلاش استهتار. الحاجات اللي زي كده الاستهتار فيها بيبقى مكلف جدا جدا جدا. مش بيبقى مكلف مادي، بيبقى مكلف من صحتك، وبيبقى مكلف من وقتك، وبيبقى مكلف من حياتك. سنين، هتبتدي تعد سنين بقى، سنين في المشاكل ده كله. عشان لما بيحصل الكلام ده وحضرتك عامل اللي عليك تالت ومتلت يبقى خلاص، بس ما يبقاش بإيديا. يعني انا كده ركزت على الحاجات المهمة قوي اللي بعد المفصل اللي بتعمل لنا مشاكل كتيرة. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.